السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ نسمي الله ونبتدي روتين جديد مع بعض النهارده هعمل روتين من اول الصبح وهفطر معاكم وهعمل رغوة النسكافيه برضو معاكم. نسمي الله ونبتدي. هعمل بس كده. آه، رغوة النسكافيه كان عندي كوباية نسكافيه وحطيت عليها كوباية الا ربع سكر، وبحط عليها كوباية مية واضربها بالمضرب جامد لحد لما تديني قوام كريمي كده. بس هي دي لسه غامقة. قعدت اضرب فيها يعني بالمضرب لحد لما تديني ابص القوام بتاعها عامل ازاي، ولونها يبقى فاتح، واحطها في علبة واشيلها في الفريزر. اطلع ايه منها اللي انا ايه اشرب احلى كوباية نسكافيه بصراحة. في ناس بتحط عليها ايه كاكاو خام ولبن بودرة ومعلقتين كريم شانتيه. بس انا بحبها كده بصراحة، ما عجبتنيش بتاع ده. بالكاكاو دقتها قبل كده، ما عجبتنيش بصراحة. ده كده الطريقة اللي انا بحب اشرب بيها. بعد كده اعمل بقى طبق كده جبنة وطماطم. ما كانش عندي بصراحة جبنة عبور قريش. عملت جبنة عبور لاند، حطيت عليها نص خيارية وطماطمتين صغيرين كده، وايوبا لو كان فيه بقدونس بتبقى طعمها تحفة بالبقدونس. بس كانت هي او الجبنة القريش، بحب اوي الجبنة وطماطم عامة يعني. عملت طبق كده بالزيت زيتون بقى، وحطيت عليها زعتر خلى طعمها تحفة. بس عندي رغوة النسكافيه دي عندي، يعني كانت اخر كوبايتين، كان عندي حتة كده ايه في الفريزر. واسخن اللبن وحطيت زيتون، وده كان فطاري. بتعمل بص احلى كوباية نسكافيه بصراحة برغوتها الجميلة. بس بعد كده بقى ايه بصراحة، يعني بفطر ما بقومش على طول، بعد شوية كده اروح ايه قايمة ايه مروقة. كان عندي الصلاة بصراحة عايزة تتروق كده، والكنبة عايزة يتنفض والصالة كانت عايزة تتكنس. بس اخدتها كنبة كنبة كده كده بسرعة ونفضتها. كان برضو اول ما صحيت من النوم شغلت الغسالة. وبعد ما خلصت خالص ترويق والكنس وكل حاجة، رحت ايه ابتدى رحت هبتدي كده ايه اخلص كنبة كنبة كده وانفضها. بس ما كانش ورايا حاجة غير الصالة بصراحة. وعملت برضو ايه اكل، عملت مكرونة وصدق. بس بعد ما خلصت يعني ما بعملش كل حاجة ورا بعض، يعني انا بروق. كان لسه بدري يعني، كان ده دلوقتي كنا لسه بدري يعني على الغدا. بحب اعمل الغدا اللي هو ايه آه على الاكل على طول، يعني اخلصه ونتغدى على طول. غير بقى لما يبقى في طبيخ وفي حاجات وحاجات ياما، لا. طالما حاجات بسيطة كده الاكل يخلص بسرعة ما ياخدش نص ساعة، بعمله على الاكل على طول. بس نفض بس كده الكنب. عايزة تشجيعكم كده يا بنات، كده بكومنتات حلوة كده شجعوني فيها في الفيديو كده، واقرا كومنتاتكم كده وتشجعوني فيها، والفيديو ايه ولايكاتكم بقى كده وانتوا بتتفرجوا على الفيديو. اديها كنسة بس كده وايه وخلاص. بحب اكنس مرة بدي مرة بالمكنسة، اشفطهم بالمكنسة بالكهرباء. دي بحس برضو بحب بدي وبدي، يعني ممكن بدي مرة وبدي مرة. هو لان طبعا انتوا كل شوية بتكنسوا اكيد مطرح العيال وكده وجريهم واكلهم والكلام ده، اكيد كل شوية بصراحة الواحد بيكنس كل شوية. بس انفضهم بس كده تنفيضة بسيطة كده ايه، وبعد كده اظبط السجاد. بحب بصراحة اروق، اخلص الترويق بره كله خالص. بعد كده اروح ايه بقى شايفة المطبخ ايه، اشوف اللي ورايا في المطبخ المه بقى كده مرة واحدة. عندي مثلا مواعين مطرح الفطار من مطرح العشاء. كده الم بس الصالة. بعد كده اروح داخلة على ايه على المطبخ. هنا انا كنت هعمل كيس مكرونة سباكيتي واحد، انا عايزاها مكرونة مسلوقة. وكان عندي نص صدق.
قطعت عليه قرنين فلفل وحطيتها مع حتة سمنة صغيرة، ما كترتش السمنة عشان كده الصدوق هينزل الدهون بتاعته. وحطيت عليها معلقة دبس رمان ومعلقة صويا صوص، وحطيت عليها شوية ملح صغيرين عشان كده الصدوق عليه بهاراته. وهحط عليها ليمونة واديله تشويحة كويسة قوي كده. هعمل المكرونة، هعملها مسلوقة. وفي الاخر هحط عليها حتة سمنة، حمرة بحتة سمنة بسيطة كده، اديها تقلبتين بحتة سمنة بلدي مع شوية فلفل اسمر وشوية ملح. مين بيحبها كده؟ انا عن نفسي بموت فيها كده بصراحة، بحب اكلها كده، وبالذات لو هعمل كباب حلة. لما اعمل كباب حلة بحب اعمل المكرونة كده. بس هنا كان الصدوق خلاص خلاص. وايه، احط معلقة سمنة حلوة كده وانزل ايه. انا هعمل طبقين بس، يعني مكناش كلنا اللي هناكل يعني. هعمل طبقين على قدنا بس كده. اديهم تقليبة بس كده حلوة في السمنة، بيبقى طعمها حلو قوي، انا بحبها كده. بس كده وكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. اقول لكم يا حبايبي متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وكومنت حلو منكم. اقول لكم مع السلامة، تصبحوا على خير. يا رب يكون الفيديو خفيف عليكم. مش هفكركم يا حبايبي تاني باللايك. مع السلامة.